السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كوكي العراقي. يلا بقى قبل ما نبدأ شجعوني بلايك للفيديو واشتراك للقناة. هنعمل النهاردة سجق شرقي، هنعمل طاجن سجق شرقي بالجبنة الموتزاريلا. السجق ممكن يتاكل باكتر من طريقة، احنا ممكن نعمله في صلصة وبيتاكل جنبه رز بشعرية، وممكن يتشوح في بصل وثوم وبيتعمل سندوتشات وبيتاكل جنبه طحينة، ومن الاكلات السهلة والسريعة جدا، وينفع معاكي غدا وينفع عشاء، وممكن نعمله كمان سندوتشات واحنا خارجين. هنا قطعنا السجق قطع، عايزينها كلها بنفس الحجم ده كده. وهنقطع بقى الخضار، عندنا بصل وطماطم وفلفل سبايسي وفلفل عادي. هنقطع بقى كله مكعبات. تقدري هنا تستغني عن الفلفل السبايسي عادي، الناس اللي مش بتحب الحاجات الحراقة. وكمية الخضار دي هنقطعها على نص كيلو سجق، وممكن تزودوا بصلاية كمان لو انتوا حابين. وعلى فكرة الطاجن ده كمان بيتعمل بالبسطرمة، ممكن نعمل بسطرمة وسجق مع بعض، وممكن نعمل سجق لوحده وبسطرمة لوحدها، بيبقى تحفة جدا بس بنفس الطريقة ونفس المقادير. ولو عندك كمان جزر ممكن نبشر عليها جزرية صغيرة، بتسكر الطاجن جدا. هنا قطعنا الخضار وهنزود توم مفروم. وهنا جبنا الطاسة، نزلنا بدهان قليل جدا، ممكن سمنة زيت زبدة زي ما تحبي. هننزل بدهان بسيط لان السجق بينزل اصلا دهان، كل ما يجي يستوي كل ما هينزل دهان اكتر. مش هنقلبه اول ما ينزل عشان برضو ما يتهريش مننا. هنا كان خلاص بدأ يتحمر وشلناه، هو برضو من الحاجات اللي مش بتاخد وقت على النار. وهننزل بقى بعد كده بالخضار بتاعنا في نفس الطاسة. هنزود بس حتة سمنة صغيرة، سمنة فلاحي، وبعد كده هننزل بالبصل وهنديله تشويحة بس بسيطة في السمنة. والزيوت اللي نازلة طبعا من السجق. وبعد كده هننزل بالثوم وهنشوحه كويس. وبعد كده هننزل بالطماطم وهنديلها تقليبة. وبعد كده هننزل بالفلفل. طبعا احنا كل حاجة بننزلها لازم نديلها تقليبة الاول عشان كله يندمج مع بعض. وهنستنى بقى شوية عليها. هنا هي بدأت تتسبك مع بعض، وهنا كانت جهزت ان احنا خلاص ننزل بالسجق، نديلها بس تقليبة، وحاطين عليها كمون وفلفل اسمر، وظبطنا الملح بتاعها. انا مش بحب الحاجة حادقة قوي. هنا شايفين بقى، كان نفسي تكونوا شامين الريحة، والله خطيرة، جربوها وهتدعولي. شايفين القمر. يلا بينا بقى نجهز الصوص بتاعها. هنجيب حلة وهنحط معلقة زبدة وهنسيبها تسيح، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة دقيق، واول ما يبدأ يصفر هننزل بكوباية لبن كبيرة، واول ما يتقل هننزل بالجبنة الموتزاريلا. انا نزلت حوالي بربع كيلو جبنة موتزاريلا، انا بستخدم جبنة موتزاريلا الحمد، تديني مطة حلوة. شايفين هنا بقى، هنا كان قبل ما يدخل الفرن، هنا كنت نزلت عليها بالصوص، وهنا كنت دخلته الفرن. خطيرة يا جماعة والله، جربوها حلوة قوي.